الثوم وزيت الزيتون اقوى مضاد حيوي طبيعي تقدر توجده في المنزل. ثوم مرقد مع زيت الزيتون اقوى مضاد حيوي طبيعي. هذه الوصفه لكل من يعاني من الكسل والعياء، الناس اللي كينوضوا الصباح وكيلقاو راسهم ما قادرين يديروا والو. ما عليكم الا بهذه الوصفه، كتحسس بواحد الشعور بالقوه والحيويه اليوم كامل. كتعالج مشكل تخثر الدم اللي كيكون سبب في الكسل والعياء لمعظم الاشخاص. طريقه الاستعمال هي جد سهله وبسيطه. غناخذوا كركوبه من الثومه حمراء وغادي نقشروها وغادي نثقبوها بابره او شوكه معقمه. كيفاش غنعقموا الابره؟ غنخليوها تغلى في الماء ساخن لمده ديال 5 دقائق. بعد ذلك غناخذوا ديك حبه الثوم وغادي نديروها في كاس من زيت الزيتون، غنزيدوا عليها ملعقه من الحبه السوداء ونسدوا عليها باحكام بحيث ما يدخلش ليها الاكسجين. غادي نتركوها لمده ديال 2 اسابيع 15 يوم في شي منطقه مظلمه. بعد ذلك غنبقاو ناخذوا 3 ملعقات الصغار كل صباح على الريق. كما قلت لكم هذه الوصفه كتعالج مشكل الكسل والعياء اللي صاب بزاف ديال الناس. كتفيد في تصفيه الدم وتصفيه الكبد وعلاج تخثر الدم. تساعد في ازاله حصى الكلى. كتفيد في علاج البواسير الا دهنا بها وشربناها. كتفيد في علاج الم الظهر والم المفاصل الا دهنا بها شعرنا. كتفيد في احياء بصيلات الشعر وكتمنع تساقط الشعر وكتملا الفراغات. الى جانب فوائد اخرى كثيره منها علاج ضغط الدم المرتفع، تصفيه الكبد من السموم، تصفيه الجسم من السموم، زياده الطاقه ورفع المناعه. هذه الوصفه غير صالحه للحوامل والمرضعات اللي كيرضعوا رضاعه طبيعيه والناس اللي عندهم انخفاض في ضغط الدم.